انت بتقول يا ميدو لعيبه الاهلي تفتقد الى سياسه كره القدم؟ طب ما لعيبه الزمالك ولاعيبه بيراميدز وكل لعيبه مصر، مش لعيبه النادي الاهلي بس. حتى لو حطيت الزمالك او بيراميدز مكان النادي الاهلي في كاس العالم للانديه برضه هيلعبوا بنفس الشكل وهتشوف نفس المستوى. كله شبه بعض، ده شبه ده، ده شبه ده، كل المجموعه شبه بعضيها، كل اللعيبه شبه بعضيها. ما بقاش عندك اللعيب اللي يلفت انتباهك يرقص واحد واثنين وثلاثه ويدي ار2 مش عارف ايه باصي ويعمل اسيستات ويستلم بيمين وشمال ويتحرك من غير. ما عندكش انت الكلام ده دلوقتي. كان الاجيال السابقه والاجيال الحاليه تمام فيها ناس اتظلمت وقعدت في بيوتها، وناس كسر ما بتلعبش بسبب، او لعبت ناس كسر بتلعب في انديه بسبب الواسطه والفلوس والاستثماري ومصالح. الكره المصريه مصالح يا جماعه، الكره المصريه كله عارف بعض وكله بينفع بعض، ملهاش علاقه بالكره القدم خالص. فانتوا عايزين بعد كل اللي بيحصل في كره القدم المصريه ده النادي الاهلي يقدم حاجه في الكره العالميه ولا الزمالك ولا بيراميدز؟ انت بتحلم، مفيش مستوى. احنا بنتكشف لما بنطلع بره عرب افريقيا و كرة مصرية، بنتكشف في الكرة العالمية وبنبان على حقيقتنا.